صلي على النبي اختي وتعالي نعمل كنتاكي بالاجنحه. تعالى اختي تربق رمينا الجناح على البلانشا. هنقطع الدفر ده ونرميه عشان بيبقى فيه اتربه زخ، وهناخد الجناح نقطعه نصين ونجيب الشاكوش بتاع الدق وندق عليه لغايه لما نفرتكه من الوش ومن الظهر اختي عشان يستوى معاكي. تتبيله الكفر اختي كوبايه دقيق، بعد كده ملح وفلفل مع كاري وبهارات فراخ وتوم باودر اختي، وممكن تحطي هريسه الشطه عشان يبقى سبايسي، والكيك شيف ده تفضولي كله. بعد كده مستردة وتقلبي بالميه واحده واحده لغايه لما يبقى القوام عامل كده اختي، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه انسه. بعد كده تحطي الجناحات بتاعتك وتديها تقليبه كويسه، ولو مستعجله على الطبخه دي تقعديها 3 ساعات، ولو مش مستعجله سيبها يوم كامل في التلاجة اختي. بعد كده كوبايه دقيق وعليها ملح وفلفل وكركم ونشا، وتقلبي فيها الجناحات كده وترميها في الزيت. يكون الزيت على نار عاليه. اول ما تحطي الفراخ توطي النار تخليها متوسطه كده اختي، وتفرجي على الجمال والروعه. كنتاكي في البيت اختي، KFC زي ما بيقول الكتاب. يلا اختي صلي على النبي في الكومنتات ودوسي لايك واعملي حركه الاكسبلور، وقولي لي عايز اعمل لك ايه الفتره الجايه اختي. انجو عليك اختي. ما